أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. حلقتنا لليوم من برنامج نصيحة طبية مع أخصائي الجراحة العامة الدكتور سفيان الشروف. أهلا وسهلا فيك دكتور سفيان. أهلا بك وبالسادة المشاهدين. بدنا دكتور نركز لو تكرمت على مرض المرارة أو مرضى المرارة اللي بيعانوا من مضاعفات كثيرة، وخصوصا إنه جاي شهر رمضان، وبتعرف إنه بشهر رمضان بتصير الأكلات أكثر، الحلويات أكثر، وأكيد برضو في أكلات لازم يتجنبوها مرضى المرارة. أكيد. بالبداية بدنا بإيجاز تعرف لنا إيش هو مرض المرارة؟ المرارة وأمراض المرارة طبعا عدة أنواع، يعني منها الالتهاب، منها حصوات المرارة، منها الالتهاب الحاد، منها الالتهاب مزمن. فالأكثر شيوعا نحكي هيك إنها حصوات المرارة، اللي هي عند كثير من الناس بنلاقيها، وتقريبا هي عمليات المرارة تيجي في الجراحة العامة في المركز الثالث بعد عملية الزايدة والفتق. طب إيش اللي بيخلي حصوات المرارة تتكون بجسم الإنسان؟ العوامل كثيرة. هلا في شيء جينيتيك، يعني وراثيا، نسميها وراثيا، او انه في بعض العائلات بتلاقي اكثر من فرد عندهم تكون حصوات مرارة. يعني هي وراثة ممكن تكون؟ طبعا على الغالب انها وراثة، بس طبعا ولو انها مش مثبتة 100%، بس عامل الوراثة موجود فيها في تكوين حصوات المرارة. في عندنا انه ممكن نستخدم احنا الجراحة العادية واستخدام المنظار بشيل حصوات المرارة، ايش الفرق ما بين العمليتين؟ طبعا عمليات المرارة بلشت في بدايات سنة 1884 تقريبا. طبعا هي كانت عبارة عن فتح للبطن، شق البطن، واستئصال المرارة، وهي ظلت لسنوات طويلة. صح تطورت شوي، بس ظلت لسنوات طويلة. تقريبا في الثمانينات من القرن الماضي بلشت عملية جديدة أو ثورة جديدة بالجراحة عامة، أو خاصة في جراحة المرارة، اللي هي عن طريق المنظار. استئصال المرارة عن طريق المنظار بدون ما نفتح البطن، نعمل 3-4 فتحات صغيرة في البطن، بندخل الانسترومنتس تبعاتنا، الأجهزة أو الأدوات، وعلى المونيتور بنستأصل المرارة. الأعراض اللي بتصيب المريض بالمرارة، هلا لما نحكي عن أعراض المرارة، عن المغص المراري نحكي، اللي هو عبارة عن ألم شديد في على البطن في الجهة اليمين تحت الأضلاع القفص الصدري مباشرة. ألم شديد، هذا ممكن يمتد إلى الظهر، إلى الكتف أو اللوحة. الألم طبعا متقطع، بشد أحيانا، برخي أحيانا. هذا العرض الرئيسي للمرارة. الشيء الثاني اللي هو بصير عنده زي غثيان، استفراغ، قلة الشهية بالأكل، انتفاخ في البطن أو غازات في البطن ممكن يصير عنده. هاي الأعراض الرئيسية اللي ممكن تسبب أو اللي يسببها حصوات المرارة أو المغص المراري. دكتور سفيان، ايش الأجزاء أو الأعضاء بدنا نحكي بجسم الإنسان اللي ممكن إنها تتأثر أو تتضرر من المرارة؟ وجود الحصوات المرارية هي سبب رئيسي لالتهاب غدة البنكرياس، وهذا يعني التهاب خطير وممكن يؤدي إلى الوفاة أحيانا. الشيء الثاني انه ممكن انه حصوه من حصوات المراره تمشي وتستقر في القناه المراريه المشتركه، اللي هي بتودي العصاره الصفراء من الكبد او من المراره الى الامعاء. هلا لما تسكرها الحصوه هاي، العصاره الصفراء بتبطل تنزل للامعاء، ترجع للكبد، ترجع الى الدم، بصير عندنا ما يسمى اليرقان. النصائح اللي بتقدمها لمرضى المرارة، وأيضا برضو النصائح الطبية اللي متبعة بخصوص الطعام، تناول الوجبات الغذائية، إيش هي؟ هي أكثر الأطعمة اللي بتأثر على المرارة وبتثير المرارة، وخاصة لما بوجود الحصوات، هي الأكلات اللي بتحتوي على الدهون بنسبة كبيرة. يعني دكتور بمختصر الحديث، إنه مريض المرارة هل يستطيع الصوم أم لا؟ يستطيع، بكل تأكيد يستطيع، بس ننصحه انه يتجنب الشغلات اللي فيها دهون، نسبة دهون عالية. شكرا كثير لوجودك دكتور سفيان الشروف، اخصائي جراحة عامة. بهيك بنكون وصلنا لختام هاي الحلقة من نصيحة طبية. نسأل الله تعالى لنا ولكم دوام الصحة والعافية. إلى اللقاء.